فيزيريس الثاني أصبح ملك وهو عنده 49 سنة، ولما يدوبك كان لسه بيعمل تغييرات وتحسينات وتطويرات في المملكة جاله مرض ومات وهو عنده 50 سنة وملحقش يحكم غير السنة وشوية. لكن فيزيريس كان مخلف 3 أولاد أكبرهم هو اللي صعد للحكم، واللي يبقى ايجن تارجيريان الرابع، اللي هيبقى معروف بعد كده بايجن ذا انورثي أو ايجن غير الجدير، واحد من أسوأ ملوك التارجيريان على الإطلاق. بالرغم من إن ايجن الرابع كان متجوز نيريس تارجيريان وخلف منها أولاد، إلا إنه كان عنده عدد مهول من العاشقات اللي أنجب منهم أطفال غير شرعيين كتير جدا، أهمهم دايمون واترز. وغير إن فترة حكم ايجن الرابع كانت مليانة قرارات سيئة جدا، وكان فاسد وبيستغل سلطته في تشبيع شهواته. فوق كده كمان ايجن ودى المملكة في داهية لسنين لما قرر على سرير موته إنه يدي الشرعية لكل الأطفال غير الشرعيين بتوعه. ابن ايجن الرابع صعد للحكم بما إنه ابنه الذكر الكبير، وبالفعل دايرين تارجيريان الثاني جلس على العرش الحديدي.